أكبر طاقة اللي موجودة في الكون هي الطاقة ديال الحب. أكثر طاقة اللي تقدر تقول ما عندهاش نهاية هي الطاقة ديال الحب. وأعظم حب يمكن تعيشه هو داك الحب اللي كتعطيه راسك، داك الحب اللي كيكون راسك، داك الحب اللي ما تعطيه لك حتى شي واحد، ولكن دائما كتبقى كتقلب عليه. كتكون في السنوات الاولى ديال الاويكنينغ ديالك، ديال الشفاء الداخلي ديالك، ديال الشفاء ديال الطفل الداخلي ديالك. يطرح واحد السؤال نفسه، هو كيفاش اننا نبغيو راسنا، كيفاش اننا وكنكونوا عارفين انه اعظم حب اللي غتقدر تعطيه شي واحد هو داك الحب اللي غتعطيه لراسك. دوك تندخلوا في واحد الصراع اللي تيكون واحد شويه داخلي، اللي ما تنعرفوش كيفاش نقدروا نبغيو راسنا، ما كنعرفوش كيفاش غادي نتعاملوا مع راسنا. وتيكون حب الذات كنعبروا عليه في بزاف ديال الطرق اللي كتكون منهم اننا تنعطيو الحب بزاف للناس وكنهملوا راسنا. بالمختصر، اول حب تيكون في حياتك دائما. ملي تنقولوا اول حب كتلقى انه كنوصفوا اشخاص، كنوصفوا ناس في العائله، كنوصفوا مثلا حيوانات عندنا. ولكن ملي كتجي تفكر كتقول واش انا عمري خديت من هذاك البير اللي عندي عامر بالحب اللي كنسقي به اي واحد؟ واش عمري عطيته انا راسك؟ تسول راسك هذا السؤال، وضروري تسول راسك هذا السؤال، حيت ملي كتشوف كتلقى راسك كتعطي بزاف وكتعمر من الكاس ديالك وكتعطي بزاف ديال الناس، في حين انه الانسان الوحيد اللي ما كتعطيش هذا الحب، واللي ما كتبينلوش هذا الحب، واللي ما كتفكرش انه خاصو انت تبغيه وتا هو خاصو تقدرو. الانسان اللي ما تيبغيش راسو تيكون دائما تيطيح بزاف ديال المشاكل، منهم انه تيمشي وما تيقدرش راسو. ومن هاد عدم تقدير الذات فين كينبعوا بزاف ديال المشاكل اللي ممكن انه ما نقدرش نحسبها. بزاف ديال الناس غلط منك انك كتحط راسك بزاف ديال المواقف غلط، منهم انك بعض المرات كتلوم راسك بزاف لانه من غير انه كيطراو شي حوايج باش كيعلموك شي حاجه او تيطراو شي حوايج باش خصك تتعلم منهم، كتشوف راسك انك دائما كتعيش ديك الديناميك. يعني انا ما عنديش مشكل الى عشت شي واحد الحاله في بزاف، وانه مثلا واحد الحاله جات وخلاتك تفهم انه خاصك تبغي راسك وخاصك تشوف ضروري في ديك البلاصه اللي انت ما كتشوفش فيها. ومن الاشارات ديال انك ما كتبغيش راسك هو تتكون عندك واحد الحرب داخليه. ودائما تيكون عندنا معارك داخليه وتيكون عندنا واحد الصراعات اللي كنكونوا كنوجهوا فيها اسئله اللي كتكون لانفسنا باش كنواجهوا بعض الحقائق اللي كيخصك تقولها لراسك وكيخصك تواجه بها راسك، وكيخصك تكون انسان شجاع وقابل انك تحطم. سميت نهضروا على القوه ولا كنهضروا على شي انسان اللي خاصو يكون قوي، تنساو انه داك الانسان اللي كيكون قوي راه ما كيكونش حجره، راه ما كيكونش عباره على واحد الحجره كما حنا كنوصفوا. القوه ماشي هي الصلابه، شيء صلب ماشي هو شيء قوي. يقدر يكون شيء قوي وماشي صلب. دوك هنا كيدخلوا بزاف ديال المفارقات اللغويه، وهنا فين تنتلفوا وتنخلطوا بزاف ديال المعاني مع بعضياتهم. وكتشوف راسك انه دائما ملي كتمشي قدام المرايه كتبقى كتنتقد في راسك، وكتبقى كتعطي بزاف ديال الحوايج اللي ما تستاهلهمش، وكتكذب على راسك، كتكذب على راسك قدام راسك، وكتخرج العالم وكتضحك وكانه شيئا لم يكن، وكتبين انك داك الشخص اللي ماشي انت واللي ماشي انت مع راسك. دونك الا بغيتي تعرف راسك، اول حاجه انه كيفاش تسالي ديك المعركه اللي كتكون عندك داخليه، هو تعرف انه المعركه ما كتساليش، المعركه دائما كاينه ودائما نايضه. ولكن الحاجه الزوينه اللي في هذا الشيء هو انك تتعلم انه المعارك اللي يكونوا عندك وانه الحوايج اللي غادي تعيشهم معارك داخليه. لانه المعارك الداخليه كتكون غير هي واش غتكون معارك داخليه اللي كتقودك لواحد السلم اللي ماشي هي مع راسك، في حين الا كنتي في معركه داخليه مع راسك ومع شكون انت ومع الماضي ديالك ومع كيفاش غتكون وكيفاش ما خاصكش تكون وكيفاش كان خاصك تكون، تيكون حب الذات تقريبا كينعدم وكتبقى تقتلو. لانه كما قلت لكم الا كنتي انت كتحارب مع راسك، يعني حنا كنقولوا حرب كتكون مع العدو في اللغه ديالنا، وكما كنقولوا انه نحاول نلقى واحد الحلول سلميه. ملي تنقول انه المعارك اللي خاصها تكون عندك ما خاصهاش تكون مع نفسك، ما خاصهاش تكون ضد نفسك. هنا غادي تجي تقول لي نو، كيفاش ما غتكونش مع نفسي؟ كيفاش انه ديك المعارك هي اصلا عندي لداخل وما تكونش مع نفسي؟
كاين بزاف ديال الناس اللي ما تيبغيوش يدخلوا في كونفرسيشن مع راسهمش، كاين بزاف ديال الناس كيتجنبوا راسهم، وداكشي علاش كتلقاهم دائما كيتجنبوا انهم يدوزوا الوقت بوحديتهم. والحاجه اللي كتفهمها انه ديك الحرب اللي كتقودها ما خصهاش تكون مع راسك، لانه الا كانت عندك حرب كما قلت لكم العدو، الا كان العدو هو انت، كان انه ما تيكونش عندك واحد السلم داخلي، كان انه ما تيكونش عندك واحد القابليه انك كتكون لين مع راسك، انك كتكون قوي، وانك كما قلت لكم قابل ان تكسر دوك الافكار ديالك، وان تكسر دوك العادات ديالك، وان تكسر هذيك الحرب اللي كاين واحد الشخص واحد اخر اللي هو انت، اللي نقدروا نوصفوه بانه تيرجعك اللور، وانه ما باغيكش الخير، وعنده واحد التفكير عادي بسيط اللي هي الهيومن فيرجن اوف يو. انه ما عندكش واحد الابريشيشن راسك، انه دائما كما قلت لكم هذيك الحرب، كما قلت لكم ديك الحرب كتكون معك انت كانسان ضدك انت يعني، وكتوقفك انك ما كتبغيش راسك، كتوقفك انك تكون واحد الانسان اللي منفتح للتغيير ومنفتح يفكر. لانه كما قلت لكم ملي كتكون ديك الحرب داخليه وكتكون كتقودك للسلام، انه ديك الحرب كتكون مثلا عباره على ان اسئله، على انك كتفكر في الافكار ديالك، انك كتحاول انك ترتب الافكار ديالك، كتحاول انك تكون عندك واحد الفيزيون، ديك الهيومن فيرجن اوف يو اللي ما عندهاش تفسيرات، دائما غتبقى تلوح لك واحد الافكار سلبيه، واحد الافكار ديال الخوف، واحد الافكار اللي بيسد اون هيومن اكسبيرينس، اللي ما عارفاش باللي كاين ليميتلس لوف، وكاين ليميتلس opportunities and كاين ليميتلس ستريت القوة انك تواجه هادشي اللي كاين، تواجه كل شيء، ولكن ما تكونش هذيك المواجهة ضد نفسك، تكون مع نفسك، تكون مواجهة سلام، مواجهة أمان، مواجهة أنك حقيقة، ولكن ما تكونش حقيقة بعنف، حقيقة بغضب، حقيقة بندم. وهنا فين كتدخل في واحد المفارقة ديال أنك ما كتعرفش تبغي راسك. كنقولوا كنبغي راسي، دائما حنا تنفسروا بداك التفسير ديال غنمشي وغنكسي راسي وغنتهلا في راسي اوكي this is also form من سيلف لاف، حتى هي راه كتبين انك كتبغي راسك، كتقدر راسك، كتعطي واحد الاهميه راسك، وكتهلا في البادي ديالك. ولكن راه كاينه واحد الحاجه عندك لداخل الا ما فيكسيتيهاش وما رديتيش ليها البال، دائما تبقى انك كتقلب على انك تشري غوتشي وتشري زارا وتشري باشكا وتمشي تشري جورداني باش تعمر، لانه حب الذات ماشي هو انه تبين راسك على برا. حب الذات ويكون عندك واحد السن داخل، يكون عندك واحد الابريشيشن، واحد المعركه، ولكن ماشي ضد نفسك. دوك هنا كتبقى كتقول كيفاش غنقدر نبين راسي الحب، كيفاش غادي نقدر نكون انا داك الشيء اللي كنبغي راسي، داك الانسان اللي كنبغي راسي. لانه من حب الذات كيبدا كل شيء اصدقاء، لانه من حب الذات كتعرف انك كافي، وكما قلت لكم حتى شي واحد ما ياثر عليك، وحتى الا كيجيو شي تجارب وكتعصب فيهم وكتخرج ديك الهيومن فيرجن ديالك وكتسبوا ما عرفت شنو درت، ولكن في التالي ديال الداي ان ذا اند اوف ذا داي كتعرف انه قيمتك كبيره، وانه اتس اوكي. وقت دوك الديستراكشنز اللي كاينين على برا، ديك الفوضى اللي كاينين على برا، الماتريكس اللي كاين على برا، السيستم اللي كاين على برا، ما تكونش ضحيه ديال الافكار، ما تكونش ضحيه ديال الافكار الترويجيه اللي تيكونوا افكار سلبيه، لانه فيما مشيتي كتشوف الحاجه السلبيه والناس تبروغراماو باش يفكروا سلبي. كما قلت لكم الفيرجن هيومن اوف يو دائما فيها الخوف، ما عندهاش اجوبه، ما عرفاش ليميتلس، ما عرفاش انه كاين واحد القوه بزاف كبيره اللي تقدر تخدمها، هي قوه الايمان، بليف انك كتامن انه كلشي غيكون مزيان، تامن انه شنو ما طرا في التريد ديالك ولا شنو ما غيكون غيطرا، ولا انه شنو ما كان، دائما كتبقى انت انسان اللي كيخصك ترجع لداخل، لانه ملي كترجع لداخل تيكون الاصدقاء واحد السلام كبير، واحد الاحساس زوين، وما كتكونش ديك المعركه كما قلت لكم ضد نفسك، كتكون مع نفسك، لانه كتبغي انك تبغي راسك اكثر، وكتستمتع بالجورني، كتستمتع بهذه الحياه. ما كيكونش عندك اتاتشمنت حتى الافكار ديالك، حتى الاولد فيرجن اوف يو، يعني كيكون عندك واحد الحب لذاتك الحقيقيه، للروح ديالك، يعني كتبغي راسك لك الدرجه انك ما تبغيش تعطي افكار سلبيه لراسك. واحد الكاتب سميتو دويلي قال واحد الكوت سميتها treat yourself
as you treat someone you love. عامل نفسك كما تعامل شخص تحبه. زوينه بزاف هاد المقوله كتعجبني وبغيتكم بصح تمعنوا فيها، بغيتكم بصح تفهموا انه راه من السيلف لاف كيبدا كل شيء. ومن السيلف لاف كيفاش انك تدخل لديك النقطه باش تعرف راسك، كيفاش انك تبغي راسك من غير انه شنو كاين على برا، من غير شنو غيكون على برا، ومن غير انه شنو طرا. كتعرف انه واحد الحاجه اللي عندك لداخل سو ماتش اكسبنسيف اللي انت براسك من غتقيس وغتوصل لديك البارتي ديالك، ديك البارتي اللي نقدروا نقولوا فيها الدايموندز اللي فيها انت. كتعرف راسك انك انت كل شيء، انت كل شيء بالنسبه لك، وانه اهم شخص في الحياه هو انت، وانه ان تهلا في راسك وتبغي راسك وتحترم راسك وتحمي نفسك. لانه كما قلت لكم دائما غيبقاو يجيو افكار سلبيه، دائما غادي يجيو افكار خايبه اللي غادي يقدروا ياثروا عليك. وانت دائما انك تكون انسان اللي كيشوف الامور بوضوح واللي كيقدر انه موجود. دوك من هنا تبدا بزاف ديال الحوايج اللي انا شخصيا كيبداو انك كتحط نفسك في المرتبه الاولى، كيبداو انك كتعامل نفسك بلطف، كتهلا في راسك، كتهلا في البادي ديالك. يعني كما قلت لكم داكشي ان شي واحد كيبغي يبين لراسو سيلف لاف، كنقولوا سيلف لاف هو انك تعمر كرشك وتشري راسك وتكون لابس مزيان. اوكي ذيس از اولسو سيلف لاف. واحد الريزلت لان واحد النتيجه ديال حب الذات هو انك تمشي عاد تشري راسك. يعني كنت كتبدا من التالي وما كتمشيش الاول، وكتبقى كدور غير في التالي اللي هو انك ملي كتوصل لذاك النيفو انك كتبغي بصح راسك، راه كتبغي راسك حتى من الداخل ماشي على برا. دوك حتى كتبين راسك الحب جسديا. انا رجعوا عاوتاني ليها ونقولوا الهيومن فيرجن اوف يلا. دوك ملي كتبغي راسك كما قلت لكم كتكون هي البدايه ديال المعجزات، البدايه ديال كل شيء، البدايه ديال بزاف ديال الحوايج. ما تيبقاش عندك واحد الالم ولا واحد الاتاتشمنت. انا ما تنقولش انه كتكون روبو ما كتحسش نو، والله حتى تحس that you feel the pain كما قلت لكم كتكيس انغري. ولكن هادشي يقدر مثلا انسان عادي اللي ما عندوش سيلف لاف يقدر يدوز في هادشي شهرين 3 شهور. لكن انت كتبراكتيكي ريل سيلف لاف تقدر تدوز واحد نقدر نقول واحد ساعه تنسى الموضوع، ولا كاع نعطيوها نهار زعما بيك ماكسيموم. تحزنك ما تي غتحزنك، راه قلت لكم بزاف، راه والله حتى بزاف. راه ملي كتوصل للسيلف لاف راه ساعه ماشي غتقلق، كتبقى تفكر غير في السوجي. ما كيوصلش في السوجي انه تيقيسك وانه تيخليك تحس خايب وانه تيخليك تعصب وتندم ودير شي حاجه. اتس اوكي انكم تفكروا في هذا الموضوع، حلفوا انكم تدخلوا تقراو شي لعيبات وتفكروا مع راسكم. راه ماشي ضروري تبقى تمشي تقرا. انا نقول لكم راه واحد النيفو كتوصل انك صافي كيخصك تبقى تفكر في داك الشيء، حيت لانه ملي كتقرا اوكي كتاخذ المعلومات، اوكي راك كترجع انسان مثقف، ولكن راه كاين انت راه كاين انت فين خليتي راسك. انت راك انسان عبقري ويمكن لك تكتب كتاب راه من الافكار ديالك ومن التجربه ديالك الخاصه الا فكرتي في افكارك. دونك علاش كيوصلوا الناس انهم تيكتبوا بيوغرافيز وكيكتبوا قصص وكيعاودوا لنا قصص دامور، كيعاودوا لنا احداث طرات على ناس قدامهم، تفكروا في افكارهم وحيت استغلوا داك المواقف اللي قدامهم ووصلوا لنا العبره منها، وحنا تنشكرهم على هادشي. ولكن ما تنساش انك انت انسان اللي ممكن انك تكتب كتاب وممكن لك دير بزاف ديال الحوايج. دوك ما تحاولش غير كتاخذ في المعلومات، ما تبقاش غير ستوكي. حاول انك شويه تستوكي شويه تفكر، شويه تستوكي شويه تفكر. لان انت راه ماشي ماكينه ولا حاسوب كتبقى تعمر راسك. بزاف كتلقى انهم كيعمروا راسهم كيقراو بزاف الكتوبه، وملي كتجي كتهضر معاهم في شي موضوع ولا كتشوف السيلف ديفلوبمنت ديالهم ولا تشوف هو الرؤيه ديالو في الحياه، كتلقى انه ما عندوش رؤيه، انه حافظ غير الاوراق. اوكي مزيانه، ولكن كما قلت لكم راه بحال السيستم لازم كيتبرمج باش كيبقى هو غادي بداك السيستم ديال ملي تتقرا كديرها في راسك، كتبقى تجمع النمبرز ديال الكتوبه. مي واش استفدتي منهم بقتيهم، واش عطيتي وجهه النظر ديالك فيهم من جهتك مورا ما قريتيهم؟ هنا فين تيجيو كيخلقوا التيوريز. هنا الاصدقاء فين تيكونوا التيوريز ديال ثينكين نيو ثينكين. كيجي واحد الشخص بواحد الفكره جديده تيقول لك سيدي هالفكره انا بغيت نعطيكم واحد الفكره جديده. الا الفكره ما غتكونش جديده الا ما كانتش فكرت لي اول مره. دوك من هنا غتفهم انه ضروري تدخل في البروسيس ديال التفكير ديالك، ضروري تدوز الوقت مع راسك، وضروري انك تبين لراسك الحب وتلقى ديك الباور انسايد اوف يو. راه كيتس كاينه انسايد اوف يو، راه انت كتجاهلها كتشوفهاش ما باغيش تشوفها جو سي با علاش، ولكن راه كتعيط لك وخصك ديري الفيرست ستيب. دوك حاول انك تفكر في هادشي اللي قلت لك
وهابي فول مون. اليوم راه كاين الفول مون الاصدقاء المحاربين، طلعوا للسطح، سيروا حدا البحر وشوفوه، راه اتس سو بيوتيفول. راه كاين اليوم وانا شفتو البارح وغادي نشوفو عاوتاني اليوم. ومن الحوايج زوينين اللي كنستمتع بهم في التجربه الانسانيه هو كنتفرج في المون، في القمر ملي كيكون مكتمل، كيكون زوين وعطي الضوء. واخا كتكون السما كحله، واخا شنو مطره، كتجي ديك المرحله ديال كتكمل. واخا تكون ناقص راك غتكمل. دوك هنا كتعرف انه الحياه مراحل، وانه ضروري تكون ظريف مع راسك، وضروري انك تبغي راسك وراك غادي في الطريق الصحيح، وانا ثقه فيك. شكرا بزاف اللي تفرجتي في هذا الفيديو، شكرا بزاف على الوقت اللي عطيتيه. بيس لاف اند لايف.